ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شبيه له ولا مثيل له ولا زوجة له ولا ولد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الكرام، التوبة تجب ما قبلها. التوبة تجب ما قبلها، والندم توبة. هنركز هنقول كلام بسيط. التوبة تجب ما قبلها بمعنى ايه؟ يعني أنا لما تقول ربنا سبحانه وتعالى وعملت معاصي كتير قديمة ربنا يتوب عليك، بس بشرط أن تتوب صادقا. أن تتوب لازم صادق، إنما نلعب لا، دي مش توبة. يبقى لما توب لربنا سبحانه وتعالى عن أي حاجة شربتها، عن أي حاجة فعلتها، عن معاصي، عن ذنوب، عن شتيمة، عن ضرب، عن أي مخالفة لله عز وجل، مجرد إن أنا أقول يا رب بصدق أن تبت إليك، ربنا يغفر لي الذنوب اللي فاتت. بس لا، مش بس، لأنك ويبدل هذه السيئات بحسنات. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يبدل لك السيئات دي بحسنات. مثلا يعني أنت عامل 1000 سيئة وتبت إلى الله عز وجل، الله يغفر لك هذه الذنوب ويبدل لك 1000 سيئة ب1000 حسنة. إيه الرحمة دي؟ إيه رحمة ربنا دي؟ بس بشرط تكون صادقا. يبقى احنا قلنا التوبة تجب ما قبلها، أي الله عز وجل يغفر لك الذنوب والمعاصي. وفي قصة كلنا عارفينها ولكن نذكرها للتذكير والعبرة. قال العلماء أن رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. ازاي ده؟ تخش الجنة بدون صلاة، بدون صوم، بدون عبادة؟ ما ينفعش طبعا. بس شوف اللي حصل مع الراجل ده. الراجل ده كان من بني إسرائيل وكان قاتلا ل99 نفسا. الراجل ده كان عنده زي ما بيقولوا، انت شفت الجزار ما عندوش رحمة، عادي، اللي كان يتخانق معاه يجيب رقبته على الأرض. فقتل 99 نفس.
وأراد أن يتوب. هنا بقى هنا اللي احنا بنتكلم عليه، أراد أن يتوب، قلبه اتحرك لربنا سبحانه وتعالى. هي دي اللي احنا فيها دلوقتي، الندم. احنا دلوقتي ندمانين قاعدين في المكان ده بنندم وبنرجع لربنا وبنذاكر اللي فات. يا ريتني ما كنت رحت، يا ريتني ما كنت ضيعت الفلوس، يا ريتني كنت التزمت، مراتي، عيالي، ابويا، امي، المجتمع اللي انا عايش فيه. الناس بقت كرهاني، البيت وشارب المخدرات منبوذ في المجتمع. يعني ايه منبوذ؟ معروف، تشوفه من بعيد اكنه له رائحه، تشمه من بعيد كده، يقول لك اجتنب الواد ده، اجتنب الراجل ده، اجتنب الشاب ده. ليه؟ لانه بيشرب، الناس خايفه منه، وانت بيتهيألك انك ماشي ذكي، بتتذاكى على الناس ومحدش عارف حاجه. لا، الناس عارفه انك بتشرب، والناس عارفه انك مكروه في المجتمع، والناس عارفه ان هم خايفين منك، او بتخوف ناس معينه، او يخاف على عياله منك. فاذا بقيت شكلك معروف. قاتل النفس ده كان معروف برضه، قتل 99 نفسا، وبعدين قلبه اتحرك لربنا سبحانه وتعالى. زي واحد كده مننا بيشرب وجه فجأة زهق، قال يا عم ما خلاص بقى، ده كفرت، ده زهقت، ده خلصت الفلوس، ده ما عادش حالتي حاجه، ده عيالي، ده مراتي، ده امي، ده ابويا، ده انا جايب لهم العار، ده انا جايب لهم كذا كذا. بدأ يركز مع نفسه، وربنا سبحانه وتعالى بعت له الارسال في قلبه، وجهه لله عز وجل. فهنا قاتل 99 نفس اتحرك، قلبه اتحرك لربنا سبحانه وتعالى. فقال ايه؟ طب ما نتوب لربنا سبحانه وتعالى. فسأل على أعلم أهل الأرض علشان يتوب، فدلوه على عابد. وعايزك بقى تفهم، بقى التعليم بتفهم بين العابد وبين العالم. العابد ده راجل في المصلية أو في محله أو في بيته بيعبد ربنا، بس ما عندوش علم. هو عنده علم بصلاته بس، عنده علم يا دوبك بالوضوء. انما العالم عنده فقه كتير والناس بتستفتيه اصلا. اللي عنده مشكله يروح للعالم ده. فسأل على اعلم اهل الارض فدل على عابد. العابد معلوماته ايه؟ على قده، قليله وقصيره. فراح له قال ايها الشيخ، فيما معنى الكلام عشان احنا نفهم، لقد قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال له يعني انت هتروح فين؟ ده انت بلطجي، ده انت ظالم قوي، قاتل 99 نفس وعايز تتوب؟ ليس لك توبة. فقتله، أطاح برأسه فكمل 100. خلي بالك، لما قال له مالكش توبة قام موته، يبقى كده موت 100 واحد. بس الراجل عنده دليل برضه في قلبه عايز يتوب لربنا، ففضل يمشي يسأل. فسأل على أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم. قال له أنا عايز أتوب، لقد قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين الله. هي دي النقطة اللي أنا عايز أوصلك ليها. محدش يقدر يمنعك بينك وبين ربنا. أنت قادر إنك تعمل المستحيل، تصلي ركعتين وتسجد لربنا تقول يا رب أنا عايز المستحيل، عايز أخرج من هنا وأنا معافى، عايز أخرج قوي، عايز أغتنم، عايز أرجع لزوجتي، عايز أرجع لأولادي، عايز ارجع لابويا وامي، عايز ارجع للمجتمع رجل نظيفا. تبقى انت راجع بترجع الله عز وجل والله يعمل لك المستحيل. فهنا لما قال له هل يحول بينك وبين الله احد؟ نعم لك توبه. فتح له الباب، ولذلك باب ربنا ما بيتقفلش، حتى لو كافر، حتى لو يهودي، حتى لو قتل وطن.
شوف اقعد قول من هنا للصبح هل له توبه؟ له توبه، محدش يقدر يمنعك. مجرد ما تسجد لربنا سبحانه وتعالى كده وتدعي ربنا انت قريب من الله عز وجل فيستجيب لك، ولكن الصدق. هنرجع تاني ليه؟ لكلمة الصدق من قلبك، بتبكي بحرقك، بتندم على اللي فاتك، بتندم على اللي انت بعترته في المجتمع، ضيعت كتير وخسرت كتير وخسرت ناس وخسرت مجتمع كامل. فقال له ومن يحول بينك وبين الله، نعم لك توبه بس بشرط. الشرط ده انا قلت المره اللي فاتت يعني جزء، قال له بشرط انت عايز تتوب وما قلتش تقتل حد وتمشي مستقيم. قال له ايه انا عاوز كده؟ قال له تترك ارض المعصيه وتذهب الى ارض فلان. يعني ايه تترك ارض المعصيه؟ هو طبعا هو عايش مثلا يعني في نمرود، والناس اللي حوالين منه كلهم بيشربوا بيضربوا شر، ناس الصحبه بتاعته كلها شر. فطبعا هيخرج من هنا يتلمى على صحبته تاني يبقى يا ابو زيد بقى زيد. هو هترجع من اول وجديد واشرس. واحد بيقول لي بيحكي لي اول امبارح يقول لي يا شيخ سيبك من الموضوع ده، انت بتنده في قربه، بتنفخ في قربه مخرومه. زعلني بالكلمه الصراحه. قال لي ابعد عن الموضوع ده لان مفيش منه فايده. انا بكلمك بصراحه. بقول له يا اخي اتق الله حرام عليك، ده اخويا واخوك وابن عمي وابن عمك وصاحبي وصاحبك، ده احنا مجتمع كامل. قال لي يا باشا انا ليا قريبي مجرد ما رحنا ودينا له المصحة وقعد حوالي عن 7 شهور ورحنا ناخده، خرج ما جاش معانا، اتصل على صاحبه وراح شرب معاه. فده ملوش علاج. قلت له يا اخي ربنا قادر على كل شيء، انا مش هسيب الموضوع ده. يبقى هنا نرجع لقصه الراجل القاتل ده. قال له اترك الصحبه السوء دي، اترك البلد بحالها. انا اهم حاجه انجو بنفسي، اترك البلد، اترك الصحبه، اترك قرايبي، طالما هيوزوني على المعصيه وهيرجعوني تاني لازم ابعد. طيب الراجل عامل ايه بقى؟ الراجل التاني القتله ده اللي موت 100 نفس عمل ايه؟ مشى من البلد، ترك الصحبه. خلي بالك لازم تترك الصحبه، لازم تنساهم، لان دول اللي دمروه. اقسم بالله اقسم بالله. وعيل شاب اول امبارح بقرا عليه فلقيته ماشي مع صحبه سوء وبيشرب. قلت له الصحبه دي اللي مدمراك، هتترك الصحبه تبقى راجل جدع، مش هتترك الصحبه هتنتهي في الحياه. طبعا ضرب امه، ضرب ابوه، واخد بالك، مشاكل في البيت زي ما انتم فاهمين، انا مش هحكي لكم. فاذا لازم تترك الصحبه دي، سواء قريبك او غريب او صديق او في الشغل او في اي مكان، تبعد. فالراجل قال له بشرط انك تترك ارض السوء وتذهب الى ارض الطاعه. فخرج مثلا من بلده ورايح للبلد الثاني، نزلت ملائكه العذاب وملائكه الرحمه، خلاص جاي الموت. شوف بقى ده ربنا سبحانه وتعالى له حكمه، له حكمه انني قاعد هنا دلوقتي، انني قاعد في مكان نايم امن، جايز بندم على اللي انا عملته، جايز اني لو بره ما كنتش تبت لربنا سبحانه وتعالى ولا كنت صليت ولا كنت ركعتها. ليه؟ لانني ماشي بدماغي او الشيطان سايقني ورا المعصيه. فالراجل مشى طلع من البلد بتاعه رايح بلد تانيه، نزل له الملكين، ملائكه من العذاب وملائكه من الرحمه. ملائكه الرحمه تقول ده الراجل تاب، جاءنا تائبا. هو رايح تايب ورايح يشوف عباده، ما سجدش لله سجده، ما سجدش، ورايح لارض الطاعه،
وملائكة العذاب تقول لا ده قتل 100 نفس. فاختلفوا الاثنين، اختلف ملائكة الرحمة وملائكة الايه؟ العذاب. اختلفوا ازاي ان انت تعبد راجل قتل 100 نفر وانت عاوز تاخده للجنة والتاني عايز ياخده للبتاع للنار. فاختلف وقال لك طيب نعمل ايه؟ قيس المسافة. ايوه انشط كده. انشط امال انت رايح جاي. طب اقعد بقى. طب اقعد 5. انت مش خيرني اصلا. لا يا ولد تعمل له ربنا يرفع عنك يا رب. البره الخطبه الجايه تقوم تخطب انت. ماليش دعوه قانون. الله يوفقك يا رب. اليوم يعني. وييسر لك امرك. يبقى هنا ايه؟ قاسوا ايه؟ قاسوا المسافات. فملائكة الرحمة قاست المسافة وملائكة العذاب قاست ايه؟ المسافة. فرواية تقول ان هو كان قريب من ارض التوبة. فهنا ارض التوبة ترضي ملائكة الرحمة. ورواية تانية تقول لك فماء بصدري، اتحرك الزحزح سنه وهو نايم. مين اللي حركه؟ ربنا سبحانه وتعالى لانه جاي تايب. فهنا يا جماعه لازم نترك ارض المعصيه. ارض المعصيه بالصحاب باي امكان باي وسيله. يبقى هنا لازم يبقى عندك صدق في التوبه. الحاجه الثانيه تترك الصحبه والشله والمكان اللي فيه شرب والمقاهي والكافيهات اللي انت كنت بتروح فيها. تنسى الكلام ده كله. ده من شروط التوبه. انت عايز تبقى نضيف، عايز ترجع لاولادك تاني وتشيل ابنك وتضمه في صدرك كده وتاخده في ايدك وتروح تجيب له حاجه حلوه. عايز تمشي مع زوجتك رافع دماغك لفوق، محدش متضايق منك، محدش قرفان منك، بتمشي كده انت رافع راسك. عايز تقعد مع زوجتك تبقى آمنة منك. إنما الأصل إن هي زوجتك خايفة منك ومرعوبة. يعني حد طلبني امبارح عايز يجيب حد المصحة بيقول لك مراته طفشانة من البيت. ليه؟ علشان موضوع الشكوى ده بيجيب نتيجة سلبية، مشاكل وضرب وإهانة وشكوك. فانت لما تخرج ان شاء الله يبقى عندك هدف عند ربنا سبحانه وتعالى انك تمشي في وسط اهلك مرفوع الراس، تبعد عن البيئه السوء، تبعد عن الصحاب الوحشين، تبعد عن لو هو قريبك، لو اخوك وضللك وجابك للشرب، لو هو ابوك نفسه تبعد عنه. يبقى اذا لازم تندم ويبقى عندك صبر. التوبه تجب ما قبلها. التوبة تجب ما قبلها. وبعدين يبقى عندك صبر، تبقى تصلي ركعتين كده وتدعي ربنا سبحانه وتعالى. تبقى نايم على المخدة، الناس في ملكوت وانت في ملكوت تاني مع ربنا سبحانه وتعالى. تبكي له، تبكي ربنا سبحانه وتعالى وتعيط له وتقول يا رب اشفيني، يا رب طلعني بالسلامة، يا رب شيل السموم دي من جسمي، يا رب اهديني، يا رب رجعني لأولادي، يا رب رجعني لزوجتي، يا رب رجعني ان انا اعيش عيشه كامله بما يرضي الله عز وجل. وتكون طالع من هنا واخد درس. خلي الموضوع ده هو يا جماعه رحله مع ربنا سبحانه وتعالى. ما تاخدهاش انك متكتف او متضايق او ما انتش عارف، لا، خدها رحله مع ربنا. تلاقي الرحله دي ربنا يهونها عليك. ابن القيم كان يقول ايه؟ وسجني خلوة مع الله. كانوا لما الناس يسجنوه زمان يقول انا عندي خلوة بخلو مع من اللي يخلو مع ربنا. انت تقدر تخلو مع رئيس جمهورية او تخلو مع بتاع مباحث او زاد او ده ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي قادر على الكون كله. انت نايم كده وبتقول له يا رب بتناجيه، بتكلم ربنا ليه؟ لان انت عندك صدق مع الله عز وجل. يا رب انا عملت كده ازاي؟ يا رب توب عليا،
يا رب عافيني من اللي انا فيه. يا رب انت قادر تطلع السموم دي من جسمي بدون مصحة وبدون اي حاجة، انت قادر. يا رب انا جيت هنا اخد بالاسباب وده سبب، فاتبع سببا ان الله انزل الداء وانزل له الدواء. فانا يا رب خدت بالسبب وجيت هنا بطريقة او باخرى بقى، جيت هنا يا رب عشان اتعالج، وانت قادر تعالجني من عندك من فوق 7 سماوات. يا رب انا صادق معاك، يا رب انا خارج المره دي توبه نصوحه. كلم ربنا يا اخي. ايه المانع؟ ايه المانع انك تبقى قاعد كده؟ انت قاعد ساكت وانا شايفك قاعد ساكت، وانت عمال مغمض عينك وعمال تناجي ربنا سبحانه وتعالى. انت في وادي ونحن في وادي اخر. يبقى اذا يا جماعه المقصود ان وجودنا هنا لازم نرجع لربنا. لازم ابقى راجل، معلش يعني بالكلمه، لازم ابقى راجل. ما هو في راجل وفي ذكر. يقول لك اصله ذكر، ما هو ذكر، ما هو الحيوان ذكر، ما في من الحيوانات ذكورة. ولكن الرجولة في القرآن رجل مصلي مع الله عز وجل، والذكورة كالحيوان. كثير من الناس يعيشون كالبهائم، ليس له من الدنيا إلا أن يأكل ويشرب ويمرح في الحياة، ليس له هدف. فأنت هدفك إنك تطيع ربنا سبحانه وتعالى، هدفك إنك ترجع لربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى ربنا جابك للعبادة، ربنا جابك لهدف. هل أنت حققت الهدف ده؟ أنت محقق هدف ربنا سبحانه وتعالى إنك تسجد لله عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت لازم تعبد الله عز وجل، لأن ربنا جابك الدنيا للعبادة، ما جابكش لأكل وشرب وزواج ومرتعة في الدنيا، ولكن العبادة أولا، ثم إيه؟ ثم إنني أتزوج، ثم إنني أنجب، ثم إنني أعمل، ثم إنني آكل. كل دي مكملة لإيه؟ مكملة لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفكر إنك جاي تاكل أو تشرب، اوعى تفكر إنك جاي تتزوج، اوعى تفكر إنك جاي تعيش في الدنيا كده برطاع. لا، ده هو جايبك لعبادة، جايبك لهدف. وإحنا غيرنا الهدف وغيرنا العبادة وغيرنا هذه الغاية. طب نرجع لربنا سبحانه وتعالى؟ ارجع لربنا سبحانه وتعالى. انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش واخد بالي. لا، خد بالك من النهارده. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كان بعض السلف الصالح يروح ينام فيقول: اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي. يعني ايه؟ يعني يا رب انا رايح انام شويه عشان ارتاح واقوم اصلي واقوم اشتغل واقوم اعبد ربنا سبحانه وتعالى. الشغل عباده؟ ممكن تخليه عباده. ازاي؟ انك تروح تشتغل بنيه انك تكتسب من حلال، فهذا عباده لله عز وجل. انك تاكل من حلال وتشرب من حلال وتطعم اولادك من حلال وزوجتك من حلال. طيب، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قل إني لأكره نفسي على جماع زوجتي لكي أخرج نسمة توحد الله. يعني إيه؟ يعني سيدنا عمر يقول لك: أنا كنت بروح أجامع زوجتي علشان أخلف عيل أو عيلة توحد ربنا سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين ومماتي ومحياي لله رب العالمين. هل انت كده ولا كده؟ السؤال بيطرح نفسه، هل انا كده؟ هل انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا بيقول، زي ما الكتاب؟ احنا حافظين كلمه زي ما الكتاب بيقول. لا، ده الاصل عندنا زي ما الكتاب بيقول، زي ما القران بيقول، زي ما السنه بتقول. هل انت بتعبد ربنا زي ما الكتاب بيقول؟ هل بتعبد ربنا زي ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
نحمدك ربنا ونستعين بك ونستهديك ونستغفرك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، خلصنا القول يا جماعه، لازم نرجع لربنا. والله ما لنا ملجا ولا منجا الا الى الله. والله ما هتعرف تعمل حاجه، لا هتعرف تقول ولا هتعرف تبطل ولا هتعرف تخرج من هنا ولا هتعرف تبقى نفسيتك حلوه الا من ربنا سبحانه وتعالى. شوف سيدنا يوسف لما دخل السجن خرج ازاي؟ بفضل ربنا سبحانه وتعالى. كان يعبد ربنا سبحانه وتعالى في قلب السجن. فاحنا مش هنتوب ولا نعود لحياتنا الطبيعيه الا اما ترجع لربنا سبحانه وتعالى، ثم تاخذ بالسبب وتمشي على العلاج اللي هو مظبوط. بعد كده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغنيك عن العلاج خالص. مش هو اللي خالق، هو اللي خالق، هو اللي مصور، هو اللي قادر. وبعدين في حاجه في مخي تلفت باظت، طب هو مش قادر يرجعها تاني ويقول لها كن فيكون؟ قادر. فلازم يا جماعه، لازم احنا هنا، معلش احنا هنا خدها عباده مع ربنا، خدها اعتكاف، اكنك معتكف في مسجد، اكنك معتكف رحله. انت هنا في رحله دلوقتي مراجعه لكل حاجه، مش مراجعه للادمان بس او الشرب بس او الضرب بس، لا، ده مراجعه مع ربنا سبحانه وتعالى. انني كنت ضايع، انني كنت فاشل، انني ضيعت المجتمع من حوالين مني، فلازم ارجع تاني واتوب لربنا سبحانه وتعالى. واعلم ان في سجودك رفعه لك. انت في الارض اهو ساجد لربنا، واسجد واقترب، ربنا رفعك فوق 7 سماوات، ينادي رب العباد يا جبريل اخر حاجه عبدي فاني احب ان اسمع صوتك. الله اكبر، ربنا بيحب يسمع صوت الرجل المؤمن. يا جبريل اخر حاجه تعدي، يا رب انا عايز اتوب، انا عايز فلوس، انا عايز اطلع من هنا، انا عايز اكون كويس. يقول له اخرني الحاجه شويه عشان يناديني كمان. لح على الله عز وجل، وبعدين تبقى محبوب. ينادي ربنا سبحانه وتعالى يا جبريل اني احب فلان. الله اكبر، ربنا بيحب العبد الفلان، فاحبه يا جبريل فيحب جبريل. تخيل ان الملائكه حبتك، وينادي جبريل في اهل السماء يا اهل السماء ان الله احب فلان فاحبوه، فيحبوا اهل السماء كلهم. حبوا مين؟ الراجل العبد الساجد اللي سجد لربنا سبحانه وتعالى، ثم يوضع له القبول في الارض. مجرد ما تخش عليا كده تسلم عليا، تعالى اتفضل، انت فين؟ اشرب شاي، اشرب حاجه ساقعه، اشرب قهوه، انا ما شفتكش من زمان. هو مين اللي حركني ليك؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي حرك العباد. ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ده مش بتاعتك انت، ده ربنا هيقلب القلوب كده ليك وتعالى اتفضل. يبقى انت هنا بقيت محبوب في السماء ومحبوب في الارض، وربنا حبك ورفع من قدرك. عباد الله، هيا بنا لنرجع ونتوب الى الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا يا رب العالمين. اللهم ارجعنا الى اهلنا سالمين غانمين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا الى كتابك ردا جميلا. اللهم لا تدع في هذا الجمع ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مدينا الا قد سددت دينه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. امين امين يا رب العالمين. واقم الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان